وادي شليت من ضمن الشلاليت جايب سمكتين مع بعض، والشليت التاني فوق منه هو فاضي. الشلاليت النهارده شغاله كويس زي ما احنا شايفين. بصوا يا جماعه، زي ما بنقولوا ان السبحه بيخش عليها اي سمك، زي ما احنا شايفين شراغيش ما شاء الله حجم، وداخل على البرغوث وداخل على سلاح 8، والسبحه شالته عادي جدا. يبقى زي ما احنا بنقول بيشكل عليك السبحه، بتشكل عليك اي سمك ممكن تتخيل، ما عدا البوري طبعا زي ما قلنا قبل كده. بصوا الشراغيش يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. تحياتي لكل مشاهدي القناه، مشتركين ومشاهدين. كل التحيه والتقدير والامتنان الخاص جدا لكل الناس اصحاب التفاعلات الايجابيه اللي هم السبب بعد المولى عز وجل في سر نجاح القناه وسر استمرار القناه. بشكركم كل الشكر، ليكم كل التحيه والتقدير. النهارده هنغير خطه وهنلعب بشلتين تحت بدل السلاحين اللي تحت في السبحه. بما انك متابع قديم ففاهم انت وضع السبحه ايه. الناس اللي بتتابعنا اول مره، تفاصيل السبحه هنقولها في الفيديو، ولو محتاج الرابط بتاع شرح السبحه بالتفصيل اكتب لي في الكومنت وهبعت لك الرابط وتشوف ازاي السبحه بتتعمل، لان ليها معايير وليها شروط. هتعملها كويس هتاخد سمك وحصيله كويسه جدا. هتتلخبط في اي حاجه فيهم ممكن ما توصلش للحصيله اللي انت عايزها. بنفضل السبحه كتير ليه، هنتكلم في الفيديو عن كل ده. حطينا النهارده شلتين مكان السلاحين اللي تحت. بنجرب هل فعلا البطاطا كلامنا مظبوط ان البطاطا محتاجه كميه اسلحه كبيره تنزل وسطيها ونلطش فيها. فعايزين نثبت الكلام ده لنفسينا. هنعمل ايه؟ بدل ما هنحط سلاحين تحت هنحطوا شلتين 11 او 12 او 10. الناس اللي ما تعرفش الشليت، الناس المبتدئه، ده عباره عن 3 اسلحه في جزء واحد، مدببين الثلاثه، ولازم استعملهم بحذر. كلام للمبتدئين، استعامل معاهم بحذر. لو هستعملهم يبقى اتعامل معاهم بحذر، ان الشليت مؤذي جدا لا قدر الله يعني. فالنهارده هنختبر موضوع الشلتين، يا ترى النتيجه هتنجح ولا لا، هنشوف مع بعض في الفيديو. ده بيرجع لان في كميات كبيره في من البطاطا بتاكل في الميه، وده راجع لان من اكتر الاسماك اللي بتفرخ في الميه، يعني بتفرخ بكميات كبيره جدا، بتاكل في مجاميع كتيره جدا. طيب نشغل دماغنا ناخدها ازاي؟ بالساق ولا بالربع ولا بالمشنقه؟ كل ده هتاخد بيه سمك، بس هتاخد بيه سمك بنسبه قليله. اقصى حاجه في الطلعه بتاخد 2. تعال نشوف السبحه بقى بتعمل معانا ايه. تاخد 3، تاخد 4، تاخد 2 باستمرار. يلا بينا. اتمنى ان شاء الله تقضوا وقت كويس مع الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش اللايكات الساده المشتركين. يلا بينا نتفرج على الفيديو. تحياتي للجميع. زي ما احنا شايفين ادي السبحه، وزي ما قلنا غالبا بتبقى لطش. ادي البطاطا النهارده واحجام البطاطا المميزه. خليك معايا. زي ما احنا شايفين اهو لطش. السبحه شغاله معظمها لطش واحجام مميزه يعني ما شاء الله. تعال نكمل كلامنا مع بعض واحنا بنرمي. اي معلومات بتتكرر يا جماعه فهي مهمه، بتبقى جديده بالنسبه للناس اللي بتتابعنا لاول مره، وبتبقى عمليه توكيد للناس اللي هي سمعتها قبل كده، لانها بتبقى حاجات لازم الناس تعرفها، وبالاخص الناس اللي بتحب السمكه اللي احنا بنتكلم عنها. زي ما احنا شايفين اهو البطاطا موجوده. الريح النهارده طبعا بيوصل النهارده شويه 20 شويه 30 هبات الريح، فالريح معاكس قوي. يا دوبك الريح هدى شويه السمكه كلت وباحجام كويسه. خليك معايا عشان نكمل كلامنا. تعالى نرمي رميه كده ونكمل كلامنا. فخلينا نتفق ان انت مستهدف سمكه، المفروض والطبيعي ان انت لازم تلم معلومات كافيه عنها عشان تعرف تتعامل معاها وتعرف توقعها. السمك موجود الحمد لله.
فالبطاطا سلوكها غير الدنيس، سلوك الدنيس غير المرمار، سلوك المرمار غير الشراغيش. كل سمك وسبحان الله له طريقة وله تعامل معين. يعني لازم نحذر من أسماك بتبقى خطر بالنسبة للناس المبتدئة. يعني لما بيقع معانا سمكة زي الجلخ، الجلخ دي جديدة بالنسبة لنا احنا الصيادين القدام يا جماعة. في الزعنفة اللي في ظهره فوق ظهر الجلخ، السمكة الجديدة علينا دي، وانتشرت كمان في البلد. يعني عندنا في اسكندرية في المنشية في محطة الرمل واخدة الخط ده كله، واخدة الساحل وصورناها قبل كده وهكذا. يعني أسماك بتبقى خطر، لازم بنديك مواصفاتها ولازم بنوريها لك ولازم بنقول لك تتعامل معاها ازاي. فلازم نلم معلومات عن أي سمكة احنا بنستهدفها. يعني لما تيجي تتعامل مع سمك، مثلا في سمك سنانه حادة جدا، في سمك ما تقدرش تمد ايدك جوه بقه وانت بتسلك السلاح، في سمك بيتمسك من ناحيه معينه زي القراد، زي المياس، زي الدراك. كل ده سمك شرس تبعد عن بقه خالص. فلازم تلم معلومات كافيه عن الهدف بتاعك عشان تعرف تتعامل معاه كويس. فبالتالي هنتكلم عن البطاطا، سلوكها ازاي عشان نعرف نتعامل معاها وعشان نعرف نوقعها. خليك معايا. تعالوا واحنا بنرمي كده نتعرف على معلومات غير الفيديو اللي كان فيه 8 معلومات عن البطاطا. البطاطا يا جماعة بما ان هي الهدف بتاعنا، فهندوا كده شوية معلومات مهمة عن البطاطا او نتعرف عليها يعني بمعنى اصح. البطاطا يا جماعة من السمك المعمر جدا، ما شاء الله ما شاء الله. يعني ايه معمر وليه معمر؟ معمر يعني سمكة قديمة موجودة معانا من زمان وبسم الله ما شاء الله. احنا طبعا بنتمنى ان هي ما تنقرضش لان سمكة محبوبة جدا بالنسبة لناس كتير قوي. معمر ليه بقى؟ لان سمكة البطاطا من الاسماك اللي بتفرخ بكميات كبيرة جدا. يعني التفريخ بتاعها الكم بيبقى كتير جدا، فسبحان الله يعني بتفضل قاعدة معاك. وبالرغم من ان الصيادين بيستهلكوها كتير الا انها موجودة الحمد لله، ده فضل من عند ربنا. بس لازم تفهم ان هي بتتحرك في مجاميع، يعني سهل صيدها جدا. وهنكمل كلامنا واحنا بنرمي وشغالين. تعال نكمل كلامنا كده مع الرمية دي. فالبطاطا زي ما بنقول من السمك المعمر او السمك اللي هو معمر عشان بيفرخ بكميات كبيرة. ملوش علاقة بأي حاجة في المية غير إن هو يبقى جنب أكله والمية تبقى دافية. ما شاء الله ما شاء الله. ودي فايدة من فوائد السبحة، إن أنت بتاخد 2 3 4 زي ما ربنا يكرمك، زي ما صورنا قبل كده في فيديوهات على المباشر 2 و3 و4. احنا هنوصل في الاخر لان لازم ان شاء الله معظم الناس تشتغل على البطاطا بالسبحة. بتفرق معاك في الكم قوي وبنأكد الكلام ده. برغوت وسلاح 8، وزي ما احنا شفنا تفاصيل السبحة ايه. خليك معايا. ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى يا جماعة. 4 في السبحة اهو زي ما احنا شايفين، 4 في السبحة. ادي واحدة واكلة تحت، واحدة واكلة في السلاح اللي فوق الجوز اللي فوقيه، و2 فوق اهو، 4. هي دي السبحة ودي مميزات السبحة. تطلع بسمكة ب2 ب3 ب4، ممكن اكتر من كده كمان. وان شاء الله يا جماعة بنفكر ان احنا ان شاء الله نطلع رحلة البحر الاحمر ونصورها لكم ان شاء الله لو ربنا اراد، عشان نتعرف على انواع اسماك جديدة. وبالنسبة للصيد بتاعنا احنا كل ما هنستهدف سمكة هنتكلم عنها وهنعرف نحاول نلم كل المعلومات اللي بتحيط بالسمكة اللي احنا مستهدفينها. البطاطا طبعا الشكة بتاعتها والناس عارفة ما شاء الله ما شاء الله.
الناس عارفه شكتها طبعا. لازم اتعامل معاها ازاي؟ بصوا السبحه لطش، زي ما احنا بنقول السبحه بتنزل وسط المجموعه دي، بتقعد تلطش فيه. زي ما احنا شايفين الاحجام اتظبطت كمان. خليك معايا. بندكك البرغوت عادي جدا في السبحه، ودايما انا بحط البرغوتايه بحجمها الطبيعي كله من غير ما اشيل دماغها، عشان اي سمك زي الميرة زي الشراغيش زي المرمار بيشرب الطعمية بحالها. انما لو مستهدف البطاطا بنسبة 100% هشيل الدماغ عشان ازنقها واغلس عليها في الاكل واوقعها بسرعة. تعالى نرمي مع بعض كده. الموضوع يا جماعة مش عدة مستخدمة وبفرجك وانا بصطاد وخلاص. العدة المستخدمة ضروري ان الناس تعرفها، انما الهدف بتاعك ايه؟ طب تعرف ايه عن الهدف؟ عشان تعرف تتعامل معاه. هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس، ان احنا اي سمكة بنتعامل معاها نلم معلومات كافية جدا عنها عشان نعرف نتعامل معاها، ومن ضمن التعامل معاها ان احنا ازاي نعرف نوقعها، سلوكها ايه. بس هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس مع متعة الصيد لايف طبعا. زي ما انت شايف اهو الكلام اللي احنا بنقوله عليه، ان السبحة بيغلط معاها اي سمك. مراية اهي حجمها حلو جدا، داخله على النص كيلو. زي ما انت شايف اهو داخله على البرغوت وعلى سلاح 8. شايف السلاح جايبها منين؟ ميرا ما شاء الله. دي من اهم مميزات السبحة، انك ممكن يغلط معاك، ولسه بنقول ممكن يغلط معاك ميرا، غرنفيش، شراغيش، عروس، وقار، مرمار، دنيس. كل ده شفناه على الهوا في فيديوهات مرفوعة على القناة. بطلب من بعض السادة المشاهدين، سواء مشترك او مشاهد، ركز في كل كلمة بتتقال في الفيديو. هتلاقي حاجات مهمة جدا وممكن تبقى لأول مرة تعرفها حتى لو انت كنت هاوي يعني. في حاجات بتحصل يا جماعة يعني. في الفيديو بأكد ان الطعم مثلا سلاح 8 والطعم برغوت وشغالين بطريقة السبحة. بتفاجئ ان في واحد بيقول لي الطعم ايه. فدي حاجة يعني حاجة بتزعلني بصراحة. طبعا مش الناس كلها، ما بتكلمش عن الناس كلها، بعض الناس. انا عارف ان في ناس متابعة ومركزة كويس. وبمناسبة التعليقات يا جماعة، الحمد لله فضل من عند ربنا، انا ما فيش حد ما بردش عليه. التعليقات الوحيدة اللي انا ما بردش عليها اللي هي بتبقى اسئلة انا قايلها في الفيديو. ما شاء الله، اسئلة ببقى انا قايلها في الفيديو. ما شاء الله. احجام الحلوة ظهرت اهي، اللي فوق دي كبيرة واللي تحت صغيرة، هترجع المية تاني. فأي تعليق أنا ما بردش عليه، فاعرف كويس قوي إن إجابتك موجودة في الفيديو. بس هي دي التعليقات اللي أنا ما بجاوبش عليها أو ما بردش عليها. بقية الناس كلها الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا، إن إحنا بنتعامل مع بعض بمنتهى الاحترام، وأنا بتفاعل معاهم. وفي ناس مميزة جدا عندي وقريبة جدا لقلبي. يمكن القناة سبب من ضمن الأسباب اللي تعرفني على ناس محترمة جدا، وهم عارفين نفسيهم كويس. وبتشرف بأي حد محترم بيخش يشترك في القناة وبنتحاور مع بعض. حتى النقد أنا موافق عليه طالما هيفيد القناة وبيبقى نقد بناء. بشكركم جدا على التعليقات المحترمة. بتبادل معاكم كل الحب والود بمنتهى الأمانة. في ناس قريبة لقلبي كتير قوي في القناة. بشكركم جدا لتفاعلكم مع القناة. زي ما احنا قلنا السبحة بتعتمد اعتماد كلي على اللانش. ما شاء الله. مش بتعتمد اعتماد كلي على اللاتش، انا اسف، بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على اللاتش. زي ما احنا شايفين اهو، جايباها من جنبها السلاح اللي تحت، والاحجام زي ما احنا شايفين، حدث ولا حرج يعني. النهارده زي ما قلنا الريح شديد شويه، بس السمكه اللي احنا مستهدفينها ما بيشغلهاش الكلام ده، بيشغلها درجه حراره الميه. درجه حراره الميه سخنه بتاخد منها كميات كبيره وبتبقى موجوده بكثره.
درجة حرارة المية باردة ما بتبقاش موجودة نهائي، فملهاش علاقة بسرعة الريح، ملهاش علاقة باتجاه التيار. ما شاء الله، ملهاش علاقة بالكلام ده خالص. ليها علاقة برضو لاتش زي ما قلنا، ليها علاقة بدرجة حرارة المية زي ما قلنا، وبنأكد للناس كلها. درجة حرارة المية النهاردة 21. سرعة الريح مضايقانا احنا بقى، يعني ليه؟ ماسكين بوس خفيف، فطبعا الريح بيهز ايدك بالبوصة، يا دوبك ريح. اللهم لك الحمد. زي ما احنا شايفين تقريبا برضو نص الايس بوكس ال 23، احجام مختلفة، انما الحصيلة وفيرة بسبب السبحة. بشكرك جدا ان انت وصلت معايا للدقيقة دي، وبما انك وصلت للدقيقة دي معايا في الفيديو، يبقى الفيديو ان شاء الله اكيد عجبك. بتمنى ان يكون عجب الناس كلها. ما تنساش الدعم بلايك لو انت مشترك، لو انت مشاهد ليك الحرية ان انت تعمل لايك او ما تعملش. بطلب من السادة المشتركين اللي اشتركوا برغبتهم، الحمد لله القناة ما بتطلبش اشتراكات، لان من وجهة نظر القناة ان دي حاجة اختيارية مش اجبارية. حضرتك اشتركت، دعمنا بلايك لو الفيديو عجبك. لو مش مشترك ليك الحرية انك تعمل لايك او ما تعملش لايك. اقابلكم في فيديو قريب ان شاء الله جديد ينول اعجابكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.